ظهرت بعد هاي الحروب ظهرت اتفاقيات جديدة بين قوات قسد والحكومة السورية، لكن زاد ضمن هاي الاتفاقات لم يذكر دور المرأة. نحن بدورنا كمرأة على هاي التنظيمات اللي نحن قمنا فيها على مدى هالحروب الطويلة، ورغم أنه تقدمت شهيدات في سبيل فتح هاي الطريق أمام المرأة، وكون قضيتنا هي قضية المرأة أو تحرير المرأة، رغم هاي التنظيمات اللي نحن قمنا فيها ونظمناها كمرأة على مستوى شمال وشرق سوريا، لم يتم ذكر دور المرأة في ضمن هاي البنود. فهناك عدة أسباب. نحن كمرأة من جميع مكوناتها على شمال وشرق سوريا كمطالبة إنه حق إنه يكون من ضمن هاي البنود دور المرأة موجود وفعال، كون المرأة هي الدور الأكبر ضمن هاي الحرب، ضمن هاي الحروب اللي مستمرة على شمال وشرق سوريا. ونحن بدورنا كمرأة ضمن هاي التشكيلات اللي عم بتصير لازم نحن يكون لنا دور فعال، إذا كان عن طريق التنظيمات النسائية أو عن طريق لعب دورها كرئاسة مشتركة. في على سبيل المثال الرئاسة المشتركة مثلا، المرأة في ضمن هاي الاتفاقيات إيش راح تكون؟ هي الإدارة، هي الرئيسة، هي اللي تدير هاي الأعمال مثل تنظيماتنا اللي نحن نقوم فيها، لأنه المرأة دائما هي تلعب الدور الأكبر ضمن عملها. تنظيم المرأة، المجتمع إذا لم يكن فيه مرأة تنظم هاي المجتمع لم يكن مجتمع منتظم. لذلك علينا نحن نأخذ دور المرأة بعين الاعتبار، نأخذ المرأة الدور الأكبر والفعال في هاي الاتفاقيات اللي راح يتفق عليها. لذلك في عدة حركات نسوية، في مراكز تنظيمية للنساء، هاي المراكز هاي التنظيمات وين وجودها ضمن هاي الاتفاقيات. نحن علينا لازم نكون محافظين على هاي الحركة اللي ضمت أغلب النساء، اللي علمت المرأة كيف تلعب دورها بشكل فعال. المرأة توعت فكريا، المرأة أصبحت فعالة في المجتمع، أخذت دور الرئاسة المشتركة ولعبت دور الرئاسة المشتركة أكثر من الرجل. المرأة كان أي تنظيم سياسي اقتصادي اجتماعي إذا لم تكن فيه المرأة موجودة، إذا المرأة لم تنظم هاي الأماكن لم يكن هناك تنظيم للمجتمع. إذا لم يتم الاعتراف بوجود المرأة ضمن هاي الاتفاقيات، يعني راح يعكس هالشيء هذا سلبا على جميع النساء. في هاي الحركة ضمت جميع النساء، في نساء كانوا معنفات، هاي الحركة احتوت النساء المعنفات، أعطتها دور في الحياة. المرأة قبل ما كان إنه معطاة هاي الدور بشكل كامل ضمن الحركة والإدارة الذاتية. صار في حركات نسائية هاي احتضنت جميع النساء، أغلبهم النساء المعنفات، النساء الذين يعني يحلمون في إنه فرص عمل إلها. المرأة عندها يد عاملة مهرة. لذلك إذا تم تفادي المرأة على طرف ثاني راح يتم عكس سلبا على المجتمع. إذا يتم نفي المرأة فهذا نفي للمجتمع بشكل كامل. الورقة الرابحة يعني للقضية الكردية هي دور المرأة ضمن المجتمع، لأنه المرأة هي الأساس، المرأة هي التي تقود المجتمع. المرأة قادت جميع الحركات النسائية والعسكرية والسياسية والاجتماعية. إذا لم يكون دور المرأة بأي نقطة كانت، لا يكون أنه هناك أي اتفاق. ونحن كمرأة إذا لم يتم الاعتراف بحقنا أو بأنه الاعتراف بتعب أي مرأة إن كانت ضحت بابنها أو زوجها أو أخ إلها، قدمت من الشهداء، ضحت في جسدها أو في فكرها أو بأي كان بالغالي والنفيس في سبيل نحن كمرأة نصل إلى هاي المرحلة. هناك شهيدات ضحوا في سبيل فتح الطريق أمام النساء المعنفات الذين ارتكبت فيهم المجازر أو تم التشهير بهم، حتى بعد القتل تم التشهير بجثث كثير من الشهيدات. نحن كمرأة كل هاي المصائب التي ارتكبت على المرأة، يعني نحن لم نقبل أنه يتم تفادي المرأة أو أنه تكون على طرف مثلا أو لا يكون لها وجود أو دور ضمن الاتفاقيات. يعني دور المرأة هو المهم والأهم في الاتفاقيات. وإذا تم الاعتراف هذا الشيء راح يتوسع أكثر، لأنه كنساء روج آفا أعطينا رسالة لجميع نساء العالم. كل نساء العالم تطالب أنه يكون
فكر وفلسفة القائد موجودة في كل مكان في سبيل أن المرأة تتحرر، لأنه أغلب النساء يعني نساء شمال وشرق سوريا غير النساء اللي في الدول الثانية. نعم في دول متحررة ماديا واقتصاديا، لكن فكريا لا يكون في تحرر، لأنه لم يكن نشر الفكر القائد موجود ضمن هاي المناطق هاي المتحررة، رغم أنه في تحرر مادي وفكري واقتصادي، لكن قصد تحرر ماديا، لكن كفكريا لا يوجد هناك تحرر. ونحن كنساء شمال والشرق سوريا أعطينا صورة للعالم إنه المرأة هي الأقوى وهي الأهم، ولولا وجود المرأة ضمن المؤسسات، ضمن البيوت، ضمن المنازل في المجتمع، لم يكن هناك يعني تحرر في المجتمع. اعتراف ووجود المرأة ضمن الدستور يزيد من قوتها قوة ثانية، يعني على قوة ضمن هاي الحروب والارتكابات بحق المرأة. المرأة قوية، ما زالت قوية وتدافع عن حقها. إرادة نساء شمال وشرق سوريا تقوي إرادة ليس فقط نساء العالم اللي حواليها، ولكن العالم بشكل أجمع من نساء ورجال وأطفال. هاي المرحلة بالمرحلة الحساسة هاي على عاتق المرأة، يعني المرأة أكبر حمل عليها بهاي الفترة، لأنه القضية هي قضية المرأة، وإذا المرأة لم تدافع عن قضيتها يعني راح يتم أنه تعنيفها بشكل أكثر. يعني المرأة هي طلعت من هذا العنف بفضل هاي القضية وهذا الفكر، لذلك يجب نحن كمرأة نكون محافظين على هالفكر الموجود عندنا، لا نتخلى عن هاي الأمور ولا نكسر من إرادتنا بأي شكل من الأشكال. لازم تكون إرادة المرأة قوية، ما راح نتخلى عن هاي الإرادة، لأنه نحن إذا تخلينا راح نرجع معنفات، يعني تعبنا راح يكون هيك يعني هباء منثورا. راح يتقلب يعني حتى نحن قضينا على بفكر وفلسفة القائد، تم القضاء على الذهنية السلطوية. إذا تخلينا نحن كمرأة عن دورنا راح ينزرع الذهنية الذكورية في عقل الرجل، راح ترجع الأمور يعني تعنيف المرأة كأنه ما اشتغلنا أو تعبنا أو ضحينا.